بدون برضه ذكر اسماء، هو برضه يعني بس اكيد لما يسمع ده هيعرف. اللعيب ده جه عمل معايا اساسي، كان لعيب قوي جدا يعني، وحاجه من الحاجات المؤثره جدا في مصر. المهم اللعيب ده كان عنده مشكله في البايسبس، الديفرنس بين الرايت والليفت معديه 60%، وهو اصلا ايمن. خلي بالك عشان انت عندك مشكله في الباي اليمين، سونر اور ليتر هيحصل لك فيها كارثه. اسمع الكلام واشتغل عليه. تمام تمام. الولد ده في بطوله افريقيا، بطوله عربيه اظن او بطوله افريقيا مش فاكر، ماتش قبل النهائي بيلعب، طلع بيضرب كوره الباي او بيلعب رسالة مش متذكر، الباي اتقطع، وتر الباي اتقطع من فوق. هو العمليه. طيب الولد ده كان عقده معدي المليون جنيه، النادي دفعه له، عمل له العمليه بالتاهيل، يعني تقريبا اولموست بتتكلم برضه في حوالي 700 800 الف جنيه. فانت النادي هنا خسر حوالي 2 مليون جنيه من غير استفاده واحده من اللعيب. والمنتخب اتضر لان اللعيب ده اتصاب، كان طالع بطوله مهمه واللعيب ده مهم ما لعبش معاها، المنتخب خسر. انت شفت كميه الخسائر. الرياضه